مساء الخير عليكم جميعا، وأهلا بكم في مطبخ عالم الطبخ مع ليلي. لو أول مرة تشرفوني في القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة بقى يا جماعة أعمل لكم الملوخية المصرية بس بطريقة أمي الله يرحمها، طريقة مضمونة في 100%. لو انتي لسه سنة أولى جواز ولسه عروسة جديدة ومبتدئة، ولا هتغمق منك ولا هتسقط منك. بس قبل ما نبدأ الوصفة ياريت نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معايا يا جماعة مرقة دجاج أو مرقة لحمة زي ما يكون عندك، ومعايا مرقة دجاج، هي مكعب مرقة دجاج برضو زي ما تحبي، عايزة تحطيها ما تحطهاش خلاص، تمام. ومعايا دقة توم، ومعاه كزبرة هحط منه نص معلقة واقلبه في الشوربه، بيدي تست حلوه قوي وريحه حلوه قوي. ودي الملوخيه اللي انا خرطاها، وخرطه معاها قرن فلفل، بيفرق كتير قوي لما بتخرطي قرن فلفل في الملوخيه. انا حطيت الملوخيه على الشوربه، ابتديت ان انا اقلب. بس يا جماعه يا ريت ما تحطوا مقدار الشوربه بالتدريج، ما تحطوش الشوربه على طول، لان ممكن تطلع معاكي خفيفه مش هتقدري تعالجيها، لكن لو تقيلة هتعالجيها. فياريت تحطوا مقدار الشوربة بالتدريج زي ما انا ما بعمل كده بالظبط، تمام. انا بحط المقدار اهو بالتدريج لحد ما اوصل للقوام اللي انا محتاجاه. انا بحبها تقيلة، تمام. بتحبيها خفيفة برضو، تمام. ببتدي اقلبها كده، هسيبها بقى لحد ما تستوي. بس قبل ما اسيبها هحط لها شوية سكر. السكر ده بيفرق يا جماعة، بيخلي لونها الاخضر زي ما هو، بيثبت لونها وما بيبانش في الاكل خالص. هسيبها بقى تستوي وهحضر التقليه بتاعت الملوخيه. معايا معلقه زبده محترمه كده، ومعايا الثوم مفروم، ومعاه كزبره، دقهم في بعض. هبتدي ان انا اقلبه لحد انا عايزه يا جماعه تقليه الملوخيه دي ما تكونش غامقه، علشان ما تغمقلكيش وما تمررش الملوخيه، تمام. تعرفي بقى ان الملوخيه استوت لما تلاقي الريم الاخضر ده الفاتح دوت فوق كده، تبقى استوت. في الوقت دوت هتطفي عليها. دلوقتي انا بقلب التقليه وطفيت على الملوخيه، لان هي خلاص كده تمام استوت. هو ده يا جماعه اللون اللي انا عايزاه اللون الغامق، بس مش المحروق زي ما انتوا شايفينه كده. هبتدي بقى ان انا انزله على الملوخيه. يا جماله، ما اقولكوش بقى الريحه والطعم. الريحه هتجيب لاخر الشارع، ولا طعمها تحفه. صدقوني يا جماعه، معلقه السكر دي، نص معلقه السكر دي بتفرق في اللون. دي بعد ما غرفتها، ما اقولكوش بقى، شايفين شكلها خضرها زي ما هو اهي، وطعمها حلو جدا. يا ريت بقى يا جماعه تجربوها، ويا ريت كنت خفيفه على قلبكم. كان معاكم مدام منى من مطبخ عالم الطبخ مع